تلعب كروس فيت ولا بادي بيلدينج عشان توصل للجسم اللي انت بتحلم بيه. مبدئيا خليني اقول لكم ان في كروس فيترز اجسامهم رهيبه جدا، وطبعا البادي بيلدرز بلا منازع الاجسام بتاعتهم هي الشيب اللي دايما اغلب الناس بتطمح ليه. لكن لو جبت الكروس فيترز حطيتهم جنب البادي بيلدرز، وادي مثال قدامنا، هتلاقي ان الكروس فيترز عندهم دايما الميد سيكشن بتاعهم، الجزء بتاع الويست والترانك ده بيبقى عريض نتيجه الاكزيال لودنج اللي بيحصل اثناء ممارسه اللعبه بتاعتهم. لكن البادي بيلدرز بيبقى عندهم تايني ويست، بيبقى الويست بتاعهم صغير جدا، وده من متطلبات اللعبه اصلا اللي بيدي الفي تيبر والشكل الجمالي بتاع اللعبه. فانت لازم تحدد الشكل اللي انت عايز من الاخر توصل له عشان تعرف اللعبه اللي انت محتاج تلعبها. ده بجانب ان انت لازم برضو تحط في الاعتبار ان المبادئ بتاعه الريزيستنس تريننج بتاعه البادي بيلدينج هي اللي بتبني العضلات فعلا. اغلب الكروس فيترز ما بيقدروش ان هم يشيلوا كميه اوزان كافيه تسمح ببناء كتله عضليه كبيره، غير طبعا الناس اللي هم في التوب تاير او التوب ليفل. لكن الباقي بيبقى الموضوع يعني شبه كارديو. فلو انت عايز توصل فعلا لجسم خرافي، انصحك دايما بان انت تلعب بادي بيلدينج، ولو عايز تستفيد برضو من الكروس فيت تقدر تضيفه للبادي بيلدينج، وده اللي احنا بنسميه الفانكشنال تريننج.